الناس عايشين في بعضها، الدولة مشغولة في موضوع غزة ومحدش هيهد. الناس صرفت كتير واتكلفت كتير على امل انها تبني ومحدش يهد لها. لكن بصراحة كان في مشاهد مستفزة زي البيت اللي قدامكم ده اكتر بيت عمل قلق لانه متشاف قوي وموجود على الطريق الدولي. يعني على يمينك وانت ماشي على الطريق الدولي متشاف والكل شايفه، ناس كتير صورته. ورغم ان احنا ما بين مؤيد ومعارض لحملات الازالة، لكن في مشاهد بصراحة مستفزة جدا. المشهد اللي هتشوفوه بعد شوية ده، يعني انت بتهد وبتعمل ازالة وانت عارف ومتأكد ان في تكلفة كبيرة حصلت، لكن الطوب اللي هو في الجنب ده انت مالك وماله؟ يعني الراجل بيته اتهد والتكلفة راحت عليه، لكن الطوب اللي على جنب ده انت مالك وماله؟ في حضور القيادات المحافظ ومدير الامن، انت شوية الطوب دول مزعلينك في ايه؟ يعني الراجل اتخرب بيت ابو اللي جابوه، انت شويه الطوب دول يمكن يعوضوه شويه او يبيعهم او يعمل اي حاجه، انت بتدمرهم ليه بالشكل ده؟ بصراحه مشهد مستفز جدا. في النهايه انت بتهد جاي حمله ازاله، لكن في بضاعه على جنب، طب ما تتصادر، ما تدفعوا غرامه عليها وياخدها تاني. وادي مشهد القهر للراجل اللي قاعد قدام بيته بعد هدمه